بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ فأجاب نوح: كبيت لها بابان دخلت من الأول فخرجت من الآخر. بيت له إيه؟ بابين. ده سيدنا العزير لما نام 100 عام وبعثه الله قال له: كم لبست؟ قال: لبست يوما أو بعض يوم. يوم أو يوم إلا ما كملتش ال 24 ساعة. قال: بل لبست 100 عام. لما سيدنا نوح يعيش 1575 عاما ويقول لك الدنيا كبيت لها بابان، لازم تقف مع نفسك شوية. ازاي؟ الراجل اللي عمر ده كله، النبي اللي عاش 1575 عام بيقول لك بيت لها او الدنيا كبيت له بابان دخلت من الاول فخرجت من الاخر. طب انت حضرتك هتعمل ايه ابو 60 و70 و50 وقليل ما يتجاوز ذلك؟ هل ملك الموت يأتي اليك فيعطيك انذار ومواعيد الجلسة التي سيقبض فيها روحك؟ لو اداك الانذار اعمل اللي انت عايزه. لو نزل عليك وقال لك اعمل حسابك بعد شهر، بعد سنة، بعد 2، بعد 100 هجيلك اخد الروح في اليوم الفلاني والساعة الفلانية، اعمل اللي انت عايزه. ولذلك الدليل على الكلام ده بعد ما توحد الله، سيدنا سليمان كان يجالس ملك الموت في يوم من الايام وقعد معاه، فقال له: يا نبي الله، بعد 3 سأأتي لقبض عبد من العباد، تاخد روح واحد من العباد. الراجل اللي قاعد ده هو. فسيدنا سليمان بص للراجل بعد ملك الموت ومشي، قال له: اعمل حسابك. قال له: نعم. قال له: بعد 3 سيقبض الله روحك. كنت ما صليتش، روح صلي. وكيل المواريث الحق انت معاك 3 ايام. الراجل كان عنده اخته ما بيدخلش عليها نهائي، قاطع صلة الأرحام، مع ان رب العباد قال: سأصل من وصلك وسأقطع من قطعك، لأن الله شق الرحمة من اسم الرحيم الرحمن. فالراجل أول حاجة عملها راح داخل على أخته كده باللغة العامية، خد لها كيلو سكر كده ولا كيلو فاكهة ودخل عليها، وبعد ما طيب خاطرها وهو خارج البنت راحت رافعه ايديها بتدعي لاخوها تقول له: روح ربنا يطول في عمرك حتى تدخل علي اعواما عديده. عدت 3 ايام و3 اسابيع و3 شهور وما ماتش. فجاء ملك الموت لسليمان فقال له: سيدنا سليمان، قلت بعد 3 سأقبض الروح، ايه اللي حصل؟ قال له: اسأله، انه كان قاطعا لصلة الارحام، فلما وصل الارحام دعت الاخت اليه، فكان ابواب السماء او كانت ابواب السماء مفتحة، فاستجاب الله لدعوتها فرفع الله وجعل البركة في العمر. هنا السؤال عشان المعلومة توصل: هو ربنا بيخلف الميعاد ولا المثل الاعلى؟ يعني لما اقول لك بعد 3 ايام هاخد الروح يخلف معاك الميعاد؟ اقول لك الموضوع مش خلف ميعاد. ازاي؟ هقول له: ربنا بعت لك جند اسمه جند البركة، يعني ال3 ايام ممكن تعيشهم 3 سنين و30 سنة وهو الميعاد زي ما هو، ولكن البركة من عند من؟ يبقى ما فيش اختلاف. ونحن في نهاية بقى الكلمة بتاعتي كده عشان تصلي على رسول الله، عشان اللي عنده يبوس ايديها ورجليها كل يوم مليار مرة. اوعى امك تموت داعي عليك. لو دعت عليك خسران دنيا واخرة. مش دنيا بس، ده الدنيا والاخرة. طول ما امك على قيد الحياة انت في نعيم دائم ومقيم. طول ما الام على قيد الحياة ابواب الجنان مفتحة على مصراعيها، لان اذا ماتت الام كما قال الحبيب محمد، ماتت الام نادى مناد فقال: يا ابن ادم، بص بقى العظة والاعتبار، ماتت التي كنا نكرمك من اجلها، فاعمل لنفسك خيرا نكرمك من اجله.
ماتت ايه؟ التي كنا نكرمك من اجلها. ولذلك سيدنا المصطفى محمد، ما تصلي عليه، ما فيش واحد من الموجود ده حوالينا واللي قاعدين اللي عنده يا مرض يا مصيبة يا هم يا ضيق في الرزق، عاوز ربنا يفرج عنك كل ده، اكثر من الصلاة على حضرة سيدنا رسول الله. لان حضرة النبي يقول: ما صلى عليه مريض الا شفاه الله، ولا حائر الا هداه الله، ولا طالب الا اعطاه الله. كفانا فخرا بان من صلى علينا صلى عليه الله. اللي يصلى على ايه؟ ولذلك واحد راح لسفيان الثوري بيسأله سؤال، قال له: يا امام. قال له: نعم. قال له: اني مريض بمرض البعد عن الله. ما توحد الله. نعم، في مرض اسمه. قال له: انا البطاقه بتاعتي مكتوب فيها مسلم، بس لا بصلي ولا بصوم ولا ما فيش، انا اخري بس المسلم في البطاقه بس. فهل اجد لي عندك من دواء يا سفيان؟ قال له: نعم، ولكن في صيدلية طبيبها حضرة المصطفى محمد. العلاج اهو يا عبد الله. قال له: نعم. عليك بعروق الصبر وورق الإخلاص وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى، وصب عليه بماء الخشية، وأوقد عليه بنار الحزن، وصفه بمصفاة المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وأبعد نفسك عن الحرص والطمع في الدنيا، تشفى من مرضك بإذن رب العالمين. فالنبي ضرب مثال عشان اللي عنده النهاردة، اوعى تدعي عليك حتى وان كانت بتهزر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. النبي ضرب مثال مع انه كان يتيم الابوين، ما تمتعش بحال الاب والام، كان يتيم، ومع ذلك قال لك: تعالى اضرب لك مثال. بمين يا رسول الله؟ قال: بفاطمة بنت اسد زوج ابو طالب عم حضرة سيدنا رسول الله. لكن انت هتضرب مثال بمرات عمك يا رسول الله؟ نعم. ليه يا رسول الله؟ قال: لأن النبي كان يقول لفاطمة بنت أسد: أنت أمي بعد أمي، ما تمتعت بحنان أمي ولكنني تمتعت بحنانك أنت. رغم أن فاطمة لا حملت 9 شهور ولا أرضعته حولين كاملين، اللغة العامية بتاعتنا كانت بتحضر له الطعام بتاعه، تغسل له الهدوم، أكتر من كده مفيش. ومع ذلك كان النبي دايما يكلمه يقول: أنت أمي بعد أمي. في يوم من الأيام فاطمة بنت أسد بعتت لسيدنا رسول الله، فجاء النبي ودخل عليها: نعم يا أماه. قالت: يا رسول الله، لقد اقترب الأجل وأريد منك طلب. عايزة منك طلب. مش انت بتقول لي ان انا امك بعد امك؟ قال: نعم. قالت له: اتفضلي اموريني. قالت له: سل ربك ان يسهل علي سكرة الموت. ركز، مش امه، اسمع اللي جاي، ما هياش امه. سل ربك ان يسهل علي سكرة الموت. يا محمد، سل ربك ان يوسع لي في قبري مد البصر. يا محمد، سل ربك ان يلقيني حجتي. يا محمد، سل ربك ان يعطيني كتابي بيميني. مش سيدنا النبي يوم والتاني فاطمة ماتت. ما توحد الذي لا يموت. فاطمة بنت أسد ماتت، راح الخبر لسيدنا رسول الله، فالنبي جه بأبو بكر وعثمان وعلي، ودخل أول مكافأة عملها سيدنا رسول الله إلى فاطمة بنت أسد بعد ما غسلوها وكفنوها الكفن الشرعي. راح سيدنا النبي قلع الجلابية بتاعته وكفن فاطمة بنت أسد فوق الكفن الشرعي، فسميت بذات الردائين. وبعد ما كفنها بالثياب بتاعت سيدنا رسول الله سأل عن القبر: أين قبر أمي؟ قالوا: ها هو يا رسول الله. راح سيدنا النبي نازل بذاته وبشخصه فحر القبر بتاع فاطمة بنت أسد. أبو بكر بيقول له: عنك يا رسول؟ قال له: لا، ده أمي. الإمام علي قال: لا، أنا اللي هفحر قبر أمي. وبعدما فحره حضرة النبي نام فيه سيدنا المصطفى محمد، مش امه. تاني شوف بيعمل ده كله وما هياش امه، لا سهرت عليه عشان تعبان، ولا رضعته حولين كاملين، ولا حملته 9 أشهر. لا،
ده كل المشكلة كان الطعام والهدوم، اكتر من كده مفيش. نام سيدنا رسول الله، الصحابة بتتعجب من فعل النبي. ايه اللي انت بتعمله ده يا رسول الله؟ اول مرة نشوفك نعمل الكلام ده. قال النبي انام في قبر امي حتى يوسعه الله عليها ببركة جثمان حضرة المصطفى محمد. فلما دفنها ووار عليها التراب جلس النبي على القبر يبكي ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الصحابة عايزة تتعلم ايه اللي تم يا رسول الله. قال سألت امي وقلت لها يا اماه هل وسع الله لك في قبرك مد البصر؟ قالت نعم ببركة جثمانك المشرف. يا اماه هل جاءك الملكان فسألك من ربك؟ قالت نعم. قلت ربي الله حقا وديني الاسلام صدقا. ورحت مسك الجلبية بتاعت سيدنا النبي قلت الكرنيل محمدي هو سيدي وشفيعي رسول الله. اياك ودعوة الام، طول ما ابتدع عليك انت خسران. هات واحد النهاردة امه ماتت او على قيد الحياة وتدعي له حتى وان كان فقيرا معدمة، تلاقي ربنا مديله جميع الخيرات في صحة وفي ولد وفي زوجة. هات واحد تاني ام بتدعي عليه تلاقي عنده فلوس في البنك وعنده عربيات وعنده عمارات وعنده اولاد وعنده الخير كله، ولكن الحياة بأسرها نكد في نكد في نكد. ليه؟ عشان بتدعي عليك. اياك ودعوة الام طول ما هي على قيد الحياة